هي مقومات اكتساب اللغه بقى؟ ايه هي؟ انتوا من وجهه نظرك، من وجهه نظرك عشان اكتسب يكون عندي لغه، القنوات الحسيه دي اسمها قنوات مين؟ الحسيه، وخاصه السمع. حاسه السمع. ايه كمان؟ الجهاز العصبي، وده شامل حاجتين: الذكاء طبيعي، كمان المناطق المسؤولة عن النطق والكلام. قصده بيهم مين؟ ايه المناطق المسؤولة عن النطق والكلام؟ قصده بيهم مين؟ البق ايوه فرينك وبروك. خلاص كده؟ ايه كمان؟ ها؟ اللي هي داخلة ضمن دي. انه يفهم البيئة المحيطة. البيئة المحفزة. المحفزة. آخر حاجة الصحة النفسية. أنا دلوقتي عشان أقدر يكون عندي لغة، أول حاجة يقول لك سلامة القنوات مين؟ الحسية. طب إيه أخطر حاجة موجودة عندك إنك أنت هتكتسب بيها اللغة؟ السمع اللي هو جنبه فيه، ايوه، فصل الصدغي. جميل، عشان هو موجود منه عن جنبه مين؟ منطقه فيرينيك المسؤول عن فهم اللغه. خلاص كده؟ فبالتالي انا عندي هنا سلامه القنوات الحسيه وخاصه حاسه السمع، عشان خاطر انا عندي في الفص الصدغي المنطقه السمعيه زائد منطقه فرينيك المسؤوله عن فهم اللغه، فالولد هيبدا يسمع اللغه كويس، فيبدا يفهم الكلمات المنطوقه اللي انا هقولها له. كمان سلامه الجهاز العصبي، ان الذكاء بتاعك يكون طبيعي. يعني ما عنديش اي اعاقه ذهنيه، ما عنديش اي اعاقه تعوق عمليه مين؟ الكلام. زائد ان المناطق المسؤوله عن الكلام سليمه، ما فيهاش اي اضطراب او خلل. ما فيهاش ايه؟ اي اضطراب او خلل. تمام كده؟ كمان عندي حاجه اسمها البيئه المحفزه. مش احنا لسه قايلين من شويه ماما كانت بتقعد الولد قدام ايه؟ تلفزيون. بقى عندنا طفل اسمه طفل الايه؟ الكرتون. بيبدا يسمع اناشيد وبيحاول ان هو يرددها وبنغمه وتونة جميل جدا. طب دلوقتي الولد بقى يقعد على مين؟ على الموبايل. ده اللي بقى اصبح دلوقتي بينا عندنا حاجه اسمها